بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا، مرحبا بكم في برنامج مع عصام. اكيد انه بعد غياب طويل، تنظن على انه ربما مجموعه من الظروف اللي فرضت علينا التوقف، ولكن كيف ما كان الحال البرنامج مستمر، لان كيف ما كان الحال الاستمراريه ديالو مرتبطه وراهنه بالوجود فريق مغرب فاسي اللي على الاقل على مستوى البطوله كنا كننتظروا العوده ديالو. ربما يمكن مجموعه من كيف سبقنا وذكرنا الظروف الخارجه على الاراده ديالنا هي اللي خلات البرنامج ربما ما تيمكنلناش فقط نكرروا او نقوموا يعني بمجموعه من اللقاءات لمجرد انه لمجرد الظهور، ولكن تتبقى يعني كيف تنقولوا المحتوى هو اللي مهم. الا ما كانش محتوى في المستوى فالمفروض على انه لا داعي اننا نحضروا ولا داعي اننا ننظروا. كانت لقاءات المنتخب الوطني، كان المقابله ديال التوقف، كانت مجموعه من الاعتبارات على مستوى الصفحه، وبالتالي فالظهور ديالنا ما كانش غادي يعطي ذاك الاضافه. لكن اليوم والظرفيه اللي تنعيشوها اليوم كان مفروض على انه الرجوع مع هذا البرنامج. تنظن على انه الحمد لله، وحتى الحدث يعني يستحق اننا نكونوا في الساحه، ونتمنى على اننا نكونوا ضيوف ظراف وخفاف ان شاء الله. بداية فمن بعد النتائج المخيبة للأمال والمستوى الشاحب اللي ظهر به فريق المغرب الفاسي رفقة الإطار يوسف عز بن عسكر، فتنظن على أنه الكل كان ينتظر الإقالة أو الاستقالة، لأنه فريق المغرب الفاسي صار في واحد المرحلة غير راضي على المستوى، صير راضي على الأداء، صير غير راضي على الطريقة ديال التسيير، وبالتالي فمفروض على أنه كان لابد من التغيير. يمكن الظرفيه الزمنيه، يمكن الحاله الاستقرار على مستوى الترتيب العام، لان فريق المغرب الفاسي نسبيا ما غيمكنلوش يكون مهدد بالسقوط بحال مجموعه من الفروق. اذا هنا فيمكن مجموعه من الامور اللي خلات ان السي بن عسكر ممكن يبقى على راس العارضه. لكن المشاكل اللي طرات واللي كيف تنقولوا خرجت مجموعه من الاسرار، ثانيا عدم التعامل ديالو باحترافيه مع الفريق ككل، ففرضت على انه الناس المسؤولين على انهم يتخذوا القرار بالاقاله. تنظن على انه هذه الاقاله هذه كنا كننتظروا على انه اللي غيمكن له يكون ربان ديال فريق المغرب الفاسي من بعد السي بن عسكر في ظرفيه، فربما في 7 المقابلات اللي ماجين، فتنظن على انه ما يمكن يكون الا ولد المدينه، ولد الفرقه اللي ممكن يتحمل هذه المسؤوليه رغم الصعوبه ديالها. ما غنتكلموش على المرحله ديال السي بن عسكر لان مرحله سبقنا وتطرقنا لها وحللنا لها بما فيه الكفايه. اليوم احنا فخورين جدا بانه مره اخرى كيتحمل المسؤوليه، وفي الظرفيه كيف سبق لي ذكرت ظرفيه صعيبه جدا. مدرب اللي ربما تيعرف المغرب الفاسي بواحد الشكل كبير، مدرب اللي عايش المغرب الفاسي سابقا، يعني ربما في واحد المرحله كان مساعد مدرب اللي الان كان تيشتغل على مستوى فئه الامل، مدرب اللي ربما عنده احترام كبير على مستوى فريق المغرب الفاسي. كيف ما كان الحال فوجود اداره اللي فكرات في السي عمر حاسي، تنظن على انه يمكن من القرارات الصائبه، لانه اللي الا كان شي مساله اللي بنينا عليها فتنظن على ان التجربه السابقه اللي تعطات لابن الدار عبد الرحيم شكريط والطاقم ديالو، فاليوم تاكد على انه هذه التجارب هي اللي غادي تتكرر مستقبلا. عمر حاسي تنظن على انه رجل المرحله، الاطار الوطني الحمد لله، رجل اللي حصل على لا ليسونس ا ديالو، اذا يخول له على انه يسير فريق المغرب الفاسي كلاعب وكاطار مكون. تنظن على انه الان اذا تكلمنا على عمر حاسي غنتكلموا على طاقم تقني اللي مكون من السي بوبكر الغندور، وكذلك العوده الميمونه ديال السي حسن الطالب. اكيد هاد الثلاثي يمكن لاول مره غنشوفهم كيشتغلوا، ولكن تنظن على ان التجارب اللي راكموا ربما تعطي النتائج ديالها. اللي نتمناو هو انه حنا كجمهور نتمناو على اننا نثقوا في هاد اللاعبين، حنا كقدماء اللاعبين نتمناو على اننا نثقوا في هاد اللاعبين وهاد المدربين، لان بالفعل هاد الناس هادو محتاجين للدعم. الا كنا حنا كنعطيو الدعم الاجنبي بواحد الشكل في البدايه، فمفروض على انه حتى هاد الوليدات هادو، هاد الناس هادو، هاد المدربين هادو محتاجين للدعم والدعم اكبر، لان على الاقل تيخدموا بغيره على المدينه كبر. انا تنظن على ان التعيين ديال عمر حاسي قرار صائب. ربما حتى الظرفيه فمدرب اخر في المكان ديالو بالتجربه ديالو ما كانش كنظن على انه يقبل، ولكن تنظن كيف ما كان الحال وليدات المدينه هما اللي غادي يقدوا يهزوا الفرقه، وهما اللي غادي يمشيو بها بعيد ان شاء الله.
السؤال ديالك تنقسم لجوج الاقسام، اللي هو الظرفيه ديال المقابله والرؤيه للخصم. اذا تكلمنا على الظرفيه ديال المقابله، فهي ظرفيه حساسه، لان فريق المغرب الفاسي هذه مده وهو منقطع على المقابلات الرسميه. فريق المغرب الفاسي من بعد الاقاله ديال السي بن عسكر، تعيين السي عمر حسي كاطار جديد. اذا هذه كلها مجموعه من الاعتبارات اللي غادي تعطي تصورات اخرى على فريق المغرب الفاسي. المساله اللي مهمه جدا وهي الجمهور اللي بدا يرجع شيئا فشيئا وما بقاش كيولج الملعب، نظرا لان لا المستوى ولا النتائج ولا سوء التنظيم رجع. هذه مجموعه من الامور اللي خلات الجمهور حتى هو يتراجع على ولوج الملعب. اذا هذه الاشياء كلها خلات على ان مقابله المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي مقابله بشكل خاص. علاش؟ لانه كيفاش غادي يمكن لنا نواجهوا في اول مقابله من بعد تقريبا اكثر من 3 ولا 4 الاسابيع ديال التوقف، كيفاش غادي يمكننا نواجهوا فريق الرجاء البيضاوي، كيفاش غيمكن السي عمر حسي كاطار جديد والطاقم ديالو مع السي بوبكر الغندور كيفاش غيمكن لهم يهيئوا المقابله ديالهم، كيفاش غيمكن لهم يعيشوا هذه الضغوطات النفسيه بواحد الشكل كبير، كيفاش غادي يمكن لهم يتعاملوا مع الجمهور، كيفاش الجمهور غادي يتعامل مع المدرب واللاعبين، خصوصا من بعد النتائج المخيبه اللي عطات صوره قاتمه في الفتره ديال بن عسكر. اذا كيفاش حنا غادي نشوفوا الجو العام ديال فريق المغرب الفاسي في هذه الظرفيه. ولكن تنظن على انه اذا كانت الظرفيه ديال المقابله ككل والظرفيه ديال المغرب الفاسي بشكل خاص، فتنظن على انه الجزء الثاني من السؤال اللي هو مهم جدا. غادي نواجهوا فريق الرجاء البيضاوي، كيبقى الفريق الكبير ديما فريق الرجاء العالمي. ولكن بالنسبه لي انا الان فريق الرجاء البيضاوي تنظن على انه وقع في هذه السنه بشكل عام انه ماشي هو فريق الرجاء البيضاوي اللي تنعرفه، ولكن بشكل خاص من بعد مقابله الاهلي، من بعد الاقصاء من دوري عصبه الابطال، تنظن على انه فريق الرجاء البيضاوي اليوم وصل الى مرحله يعني مرحله يرثى لها. تنظن على انه حتى واحد ما يبغي يحط راسه في المقام ديال فريق الرجاء البيضاوي. الجمهور ديالو تنظن على انه غضب الى درجه شفنا مجموعه من لي ريزو سوسيو كيفاش كيتعاملوا مع اللاعبين ديالهم. تنظن على انه اللي زاد الطين بله هو الوفاه ديال الشابه نورا الرجويه، كيفاش الحادث اثر ربما في العالم باسره. تنظن على انه هذه كلها مجموعه من الاعتبارات. اللاعبين شفناهم بعد المقابله الاهلي كيفاش خرجوا، كيفاش كيتعاملوا مع الصحافه، كيفاش غير راضيين عليهم. اللي زاد الطين بله هو انه مجموعه من الاخبار اللي كتقول بانهم بعد مقابله قبل من مقابله المغرب الفاسي، فالسيد عزيز البدراوي اللي ربما قدم الاستقاله والشفهيه او كتابيه، الان مازال الامور ما كاينش يعني كيف تنقولوا قرار رسمي. ولكن هذه كلها مجموعه من الامور. المساله اللي مهمه بزاف نشوفوا فريق الرجاء البيضاوي اللي لاول مره في التاريخ ديالو كيقتني حافله غير حافله الرجاء البيضاوي. اذا هذه كلها معطيات اللي كتبين على الدمار اللي وصل تنتكلموا على الدمار التسييري، الدمار التقني اللي وصل له فريق الرجاء البيضاوي. اذا ظرفيه خاصه. شفنا اللاعبين بيناتهم بعد مقابله الاهلي، شفنا اللاعبين كيفاش بيناتهم وصلوا لواحد المرحله ديال التنافر، ما كاينش داك اللحمه اللي كنا كنعرفوا عليها. ربما هذا عامل اساسي. اذا غادي يعطي واحد الشكل خاص للمقابله. ولكن في الاخر تتبقى جوده اللاعبين. يعني كيف ما كان الحال فريق الرجاء البيضاوي فممكن على انه يبغي يتناسى الهزيمه ديالو بمقابله المغرب الفاسي، ولكن تنظن على انه هذا غادي يعطي طابع خاص. انا بالنسبه لي كلقاء اول بالنسبه للمدرب سي عمر حسي والطاقم اللي معاه، فتنظن على ان ربما هي واحد اخر ما يبغيش يواجه الرجاء البيضاوي. انا بالنسبه لي نواجه الرجاء البيضاوي في المقابله الاولى. تنظن على افضل بدايه وافضل انطلاقه اللي ممكن يبداها. ربما يمكن الامتحان صعب على مستوى التهيئ، ولكن تيبقى على انه ملي غننتصروا ونفوزوا على الرجاء البيضاوي، تنظن اللي غادي يجي كله غادي يكون اسهل باذن الله. اكيد الا طرقنا للتحليل ديال الشوط الاول، فالشوط الاول تقنيا غادي نتكلموا عليه، ولكن قبل ما نتكلموا تقنيا فغنتكلموا على البصمه ديال السي عمر حسي اللي ربما بدا بشاكله ربما يمكن ديال 3-5-2 على الاعتماد على اكردوم ومرموق والودغيري. تنظن على ان الاستقرار ديال با معمر. على الاطراف كاين الجيراري وكاين الضاوي، كاين سيلا والرياحي ربما واوتشانغا والهاشمي. تنتكلموا على اكردوم لان الرجوع ديالو من بعد مده على الغياب على المقابلات الرسميه. تنظن على انه الجيراري والضاوي
يمكن الاحتفاظ بهم، لان ربما ما كاينش لحد الان اللي في المستوى اللي ممكن يعوضهم. ولكن اللي ثار الانتباه ديالي انا هو الاعتماد على جوج المهاجمين، الهاشمي واوتشانغا، اللي اول مره اوتشانغا كنشوفوه ماشي لاعب ديال الخط. اذا وصلنا على انه ممكن على اننا نستافدوا موتشانغا في قلب الهجوم. اعتماد على ان الرياحي حتى هو كذلك خليناه صانع العاب وجعلناه لاعب وسط الميدان، وبالتالي هذه المساله هذه كانت يعني كيف تنقولوا تفكير فيها على الاقل واحد النوع من التغيير في البدايه. لكن كبدايه المقابله فتنظن على ان فريق المغربي في البدايه ما دخلش في المقابله بشكل لائق، هذا بشهاده يعني السي عمر حاسي. تنظن على انه لقينا مجموعه من الصعوبات، ربما لا المحمدي ولا العارضه ولا مجموعه من المدافعين اللي نقدونا بواحد الشكل كبير. كان المفروض على اننا نخرجوا من ديك فتره الفراغ اللي طالت بواحد الشكل كبير. تنظن المرحله الاولى ما كناش في المستوى، ما كناش كيف تنقولوا الند للند لفريق الرجاء. فريق الرجاء كان واضح بانه باغي انه تكون عنده ذاك ردة الفعل القويه والايجابيه، وهو انه كان باغي كيتسنى انه يسجل في بدايه المقابله. يمكن مجموعه من التدخلات ديال المحمدي، ربما تسرع ديال المهاجمين الرجاء على الاقل ساعدنا باش اننا نبقاو محتفظين بالنتيجه. لكن اهم في المقابله او ما اهم في الشوط الاول هو التوقيت اللي سجلنا فيه الهدف وطريقه الهدف. تنظن على انه الدقيقه 40 الرياحي تمريره عرضيه رائعه من خلال زاويه. تنظن على ان الودغيري صارت عنده هذه الملكه وعنده هذه لا كاليتي، هذه لا ديتونت افيك لا بريسيزيون، يعني بالدقه انه ممكن يسجل. تنظن على انه ساعدنا في مقابله قبل، واليوم ها هو تيساعدنا على اننا نفتتحوا النتيجه ديالها. ولكن كيسبق لي ذكرت لك فانه التوقيت ديال الهدف كان توقيت رائع، لان ملي تنتكلموا على الدقيقه 40 الدقيقه 41 فخرجنا على الاقل قدرنا نخرجوا الشوط الاول منتصرين على الرجاء البيضاوي، اللي بالفعل الا كنا كسبنا هدف فكنا كسبنا بانه قدرنا ندمروا نفسانيا فريق الرجاء البيضاوي، اللي اصلا كان مهيئ على انه يتدمر. كان كينتظر رصاصة الرحمة ديال الودغيري هي اللي تنظن على انه بالفعل وصلتنا الشوط الثاني وحنا في كامل الاريحيه، اللي خلات السي عمر حاسي على الاقل يمكن له يبدع بافكار اللي ممكن على انه دابا الان غيخدم باكثر اريحيه في الشوط الثاني. ولكن على الاقل الميزه اللي تعطات في الشوط الاول هو ان ما تسجلش لنا هدف وبقينا مقاومين، ومع مرور الدقائق بدينا كنشوفوا يمكن كاينه مجموعه من التحفظات. تنتكلم على با معمر على ضياع مجموعه من الكرات، على الضوي ربما كيخاص تكون حلول اكثر، خص تنويع في طريقه اللاعب. الجراري ربما تكون حركيه اكثر. ربما يمكن انا عجبني بزاف اليوم اوتشانغا بالطريقه باش يجرى، الطريقه باش كيف تنقولوا بداك لا كومباتيفيتي ديالو، كيفاش رياجا مع لي دو ستوبور لا بالمعلم ولا الهدهودي. تنظن على انه على الاقل خلق لهم مجموعه من المتاعب. الهاشمي اعطى مسانده قويه. اللاعب الرياحي كيف ما كان الحال في بدايه المقابله على المستوى الدفاعي ساعد بواحد الشكل كبير، حاول يناور. ولكن كان عندنا اشكال كبير في الشوط الاول، هو انه ملي تنتقلوا ل 30 متر الاخرى ما كتكونش عندنا الزياده العدديه. هذا طبيعي لان كان التخوف، كان فريق الرجاء البيضاوي متحكم في الكره. ربما في واحد المرحله بان بان عندنا تباعد في الخطوط، ولكن كيف ما كان الحال المقابله الاولى اكيد كاينه مجموعه من الامور اللي غادي تصلح. ولكن كيف ما كان الحال ما تلقيناش هدف. حاولنا على انه نمتصوا ذاك الحماس ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكان بالفعل وكانه كاينه استراتيجي مسبقه اللي هي كيفاش يمكن لينا نقتنصوا هدف. لان انا متاكد بان السي عمر كان كينتظر على انه يسجل هدف، وداك الساعه المعامله مع المقابله، التعامل مع المقابله كان غيكون تعامل خاص، لانه على الاقل نفسانيا غنكونوا اقوى. وبانت من خلال الرياكسيون من بعد ما سجلنا الهدف الاول، شفنا بانه اللاعبين ذاك الفرحه كتدل على ان واحد الثقه كاينه وثقه كبيره. وبالتالي ذاك التوقف من بعد الشوط الاول غيعطي نفس جديد، غيعطي افكار جديده، غيعطي استراتيجيه جديده، غيكونوا تغييرات هما اللي غادي يحاولوا يخلقوا. مي على الاقل الشوط الاول الا كنا خسرنا مجموعه من الكرات وخسرنا مجموعه من الثنائيات فربحنا الهدف ديال الودغيري، ربحنا التقدم المعنوي، ما غنقولش المادي لان الشوط الثاني هو اللي غادي يكون فيه تقدم مادي، ولكن التقدم المعنوي اللي غادي يعطينا نفسانيه اكثر قوه باش يمكننا نتعاملوا مع الشوط الثاني. وهذا تنظن على انه كيف ما كان الحال هذا ربح، لانه القراءه الاوليه ديال المقابله كانت قراءه صائبه، وان كان كنا ممكن اننا نتلقاو اهداف، ولكن على كل حال النتيجه اللي خرجنا بها نتيجه مطمئنه.
تنتكلموا على الشوط الثاني، اكيد اللي سبقنا ذكرناه في الشوط الاول هو انه كانوا مجموعه من الاشياء اللي استفاد منها السي عمر حاسي. شاف مواطن الخلل، شاف فين يمكن لنا نقدروا ننتصروا على فريق الرجاء البيضاوي. كان المفروض على اننا نحافظوا على الهدف، ولكن اللي مهم هو انه نفسانيا كنا اقوياء لان خرجنا منتصرين. فريق الرجاء البيضاوي اكيد انهزم نفسانيا، اذا كانت خاص ردة فعل. ولكن على المستوى التقني والتكتيكي فتنظن على ان عمر كان ذكي وذكي جدا، لانه فريق الرجاء البيضاوي منهزم بواحد لصفر، قدامه 45 دقيقه باش يمكن له يرجع في المقابله، وبالتالي غادي يمكن له يتقدم بواحد الشكل كبير، لانه مجموعه من اللاعبين اللي غادي يمكن لهم يزيدوا يساندوا الهجوم. هنا غتفتح مساحات، وهو الشكل اللي يخدم عليه عمر. تنظن على انه الا شفنا بالنسبه لاوتشانغا اكثر من كره اللي قدر على انه يمشي بها، عفوا الكره اللي صفر فيها الحكم ضربة جزاء وتراجع الفار ولغاها. تنظن على ان مجموعه من المحاولات اللي تكررت نتاع اوتشانغا بهذا الشكل، اذا كانت ايم استراتيجي اللي غادي يمكن لنا نلعبوا في الدرب المدافعين، نعتمدوا على السرعه ديال اوتشانغا وديال الهاشمي. هذه كلها مجموعه من الامور اللي تحسن بشكل كبير في الشوط الثاني. هو لو بلوك ديفونسيف، هي ذاك المنظومه الدفاعيه اللي ما بقاتش متباعده، قربنا وحاولنا نعتمدوا على 5-4-1، خصوصا على ان فريق الرجاء البيضاوي حاول انه يلعب الكرات القصيره، ما تمكنش خصوصا عندك، والدليل هو انه ما وصلناش عند المحمدي بشكل كبير. يمكن اللي كان خاص ذاك كيف نقولوا ذاك الهدف الثاني اللي غادي يتاتى لنا. هذاك الهدف الثاني اللي يتاتى لنا هو تنظن على انه رصاصة الرحمة اللي ممكن على انه يعني كيف تنقولوا بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، وهي اللي غادي تعطينا داك الثقه الكبيره اللي شفنا خصوصا في اخر المقابله، كيفاش شفنا مجموعه من الكرات الجميله، لي زوتوماتيزم اللي دازوا لا من الكوتي دروا ولا من الكوتي غوش ولا حتى او نيفو دو الميليو تيران، كانت بواحد الشكل كبير. هذا كيبين على ان فريق مغربي فاسي استرجع داك الثقه ديالو بعد الهدف الثاني، تبين على انه دفاعيا كنا اقوياء. اذا ما استطاعش على انه فريق الرجاء البيضاوي يسجل الا في الانفاس الاخيره ربما بسهو من المدافعين، ولكن في نفس الوقت في واحد الكره قبل من الهدف ديال الرجاء البيضاوي كان بامكان فريق الرجاء البيضاوي يسجل لنا، ولكن بخطا من المدافعين اللي هما مرموق والودغيري في خطا مشترك. لكن ردة الفعل ديال المحمدي كانت في المستوى الكبير. على الاجمال فتنظن على ان الشوط الثاني شوط اللي عمر حسي والطاقم عرفوا كيفاش يقراو مجريات اللقاء، عرفوا كيفاش يجيريوه، لا من خلال التغييرات ولا من خلال التوقيت ديال التغييرات. على كل حال تنبقى على انه مقابله الرجاء الا كان شي مساله اللي ممكن نتكلموا عليها هي 3 نقاط، هي اعاده الثقه، هي المستوى ديال الشوط الثاني، هي المجموعه اللي انا متاكد بان السي عمر حسي غادي يحاول يدور اغلبيه اللاعبين، لانه حنا في امس الحاجه لهاد اللاعبين. بقات لنا مقابلات لاثبات الذات، مقابلات اللي ممكن نوصلوا بها للمراتب المتقدمه، ولكن المفروض على انه ياش غنستافدوا من الاخطاء. عندنا يمكن البرمجه في هذا الاسبوع غادي تكون برمجه قويه، غادي نلعبوا ضد نهضه بركان. اذا الانتصار ديال الفريق المغربي الفاسي على الرجاء البيضاوي هو انتصار اولا للتاريخ، هو يعني المقابلات الكبيره هذه كتعتبر من المقابلات الكبرى ديال البطوله. تنظن على انه كيبقى فريق المغرب الفاسي اليوم انتصر على فريق الرجاء البيضاوي، انتصار اللي خرج فريق المغرب الفاسي من المرحله ديال بن عسكر، انتصار اللي عطى عمر حاسي اول انتصار ديالو كمدرب رسمي لفريق المغرب الفاسي، وهذا مهم جدا. وبهذه المناسبه تنهنيوه لان بالفعل يستحق ذلك. ربما الطاقم التقني كذلك يمكن لنا حتى تنتكلموا على عمر حسير، تنتكلموا على بكر الغندور، تنتكلموا على يعني سي حسن طالب، هادو كلهم ناس اللي ممكن على اننا نشوفوهم يعني كيقودوا فريق المغرب الفاسي بهذا الشكل. اذا هاد الاشياء كلها اللي انا بالنسبه لي نتمنى على ان با معمر نشوفوا نستافدوا منه اكثر، لان مجموعه من الامور اللي ممكن يضيفها كاضافه في المغرب الفاسي بالتجربه ديالو الكبيره. سيلا نسبيا ماشي هو سيلا ديال بن عسكر، ولكن مازال كنتسنى على انه يتطور. اللي غيكون عندنا مشكل كبير هي المسانده ديال الاطراف، تتكلم على الجيراري وعلى الضاوي. فمفروض على انه خصوصا الا كان عمر مقتنع بالشكل ديال 3-5-2، فتنظن على ان
لاعبي الاطراف غادي يكون عندهم دور كبير جدا خصوصا هجوميا. اذا فمفروض على انه هاد اللاعبين هادو غادي خصهم يعطيو الاضافه وخصهم يخدموا لدرجه انه غنكونوا محتاجينهم. اليوم الهاشمي واوتشانغا ثنائيه اللي على الاقل نجحت خصوصا في المسانده الدفاعيه. اوتشانغا عطى داك لو بليس. نتمنى على انه هذه المنظومه هذه وهاد اللاعبين وبهذا الحماس اللي شفت اليوم اكيد انه غادي يمكن لنا نعاودوا نرجعوا الجمهور ديالنا الكبير، لان بالفعل بدينا تنفقدوه في واحد المرحله زمنيه. نتمنى على انه هذه المقابله هذه تكون درس للجميع ويفهموا بانه الابناء ديال الفريق المغربي الفاسي هما اللي ممكن يتحملوا هذا الفريق هذا. هذا درس تكميله الدرس اللي العنوان ديالو في البدايه كان عبد الرحيم شكريط، والجزء الثاني تنظن تيكتب الاسطور ديالو عمر حاسي. بالتوفيق الاطر الفاسيه. ماذا بعد الانتصار؟ هذا سؤال ربما يمكن ما غنقولوا سابق الاوان ديالو سي رشيد، ولكن كي سبق لنا ذكرنا في السؤال اللي قبل هو ان مجموعه من الامور اللي استفدنا من هذه المقابله هذه. الان من بعد الفرحه اللي شفناها عند المدرب وعند الاطر اللي معاه وعند اللاعبين، شفنا فرحه كبيره جدا. اذا كانت تعبر هذه الفرحه اما كتعبر على التلاحم اللي شفتو انا من خلال شاشه التلفازه، ولكن اللي متاكد منه ومعرفتي الكبيره بسي عمر حاسي تنظن على انه ربما يمكن من الاشياء اللي خدم عليها واللي هي كانت المشكل في الفريق المغربي الفاسي هو مستودع الملابس. كنظن على انه خلق جو ديال التلاحم، ربما ما نكونوش متسرعين في الحكم، ولكن حاول يخلق جو لان تبين بانه اللاعبين مع عمر مع سي بوبكير مع الطاقم. اذا تكلمنا على الطاقم والدور اللي دار السي عمر في مستودع الملابس، تنظن على انه تبين جليا من بعد ما انتهت المقابله، من بعد ما توجهوا للمدرجات وحياوا الجمهور بواحد الشكل. ربما التفاعل ديال اللاعبين والطاقم مع الجمهور كان كيبين مدى التواصل اللي وقع بين المدرب وما بين اللاعبين. هذه الاشياء اللي كانت فقدت في واحد المرحله زمنيه. انا كيف سبق لي وذكر لك بمعرفتي بعمر تنعرفوا على انه تيشتغل بشكل كبير على هذه المساله، على الجانب البسيكولوجي بواحد الشكل كبير جدا، لانه كيامن بانه هذا الجانب النفسي لا تفقد فما غيمكنش يكون جانب تكتيكي ولا تقني ولا بدني. فاليوم تنتكلموا على هذه المساله هذه كبدايه. ما يخص ما بعد المقابله من الاشياء اللي مستفاده تنظن هذه المساله، ولكن باش يمكن لنا نعمموها فاللي غادي يمكن له يوضح لنا هذه المساله هي المقابله بركان وهي المقابلات الجايه. ولكن اللي متاكد هو انه المقابله الرجاء بالشكل ديالها فاعطات انطباع على انه ممكن نخلقوا فريق اللي ممكن يتنافس الفرق الكبرى. الانتصار على فريق الرجاء البيضاوي رغم الظروف ديال فريق الرجاء البيضاوي تيبقى انتصار كبير جدا، لان كننتصر على فريق كبير. ولكن اللي مهم هو انه البرمجه اللي حطاتنا في 3 ايام غادي نلعبوا في مقابله يعني ضد فريق النهضه البركانيه يوم السبت ان شاء الله. فتنظن على انه اليوم لا بدنيا خصنا نكونوا جاهزين ونستافدوا وكنأكد على هذه الكلمه، خصنا نستافدوا من الانتصار على فريق الرجاء البيضاوي باش نتهيئوا لمقابلات بركان، لان مقابلات بركان تختلف جمله وتفصيلا على مقابلات ديال الرجاء البيضاوي. اذا التهيئ ليها غيكون تهيئ خاص، هذا اكيد ما تيغفلش عليه السي عمر والطاقم اللي معاه، ولكن تيبقى على انه 3 النقاط في بركان تنظن على انه غادي تكون احسن هديه ممكن يقدموها اللاعبين لعمر وممكن يقدمها عمر للجمهور. هذه هي الاشياء اللي ممكن حنايا نشوفوا ان شاء الله يوم السبت النتائج ديالها. ولكن تتبقى الانتصار على فريق الرجاء البيضاوي عنده مجموعه من الابعاد الايجابيه اللي ان شاء الله نتمنوا على اننا نحصدوا الثمار ديالها مستقبلا. اكيد ان مقابله فريق المغرب الفاسي وفريق نهضه بركان كتكتسي اهميه خاصه. اولا المقابلات ديال المغرب الفاسي ونهضه بركان في السنوات الاخيره اكتسبت واحد الطابع خاص، طابع النديه، طابع مقابلات اللي كتعرف اندفاع بدني بواحد الشكل كبير. النقطه الثانيه هو الان الترتيب ديال فريق نهضه بركان والمغرب الفاسي، المرتبه السابعه والمرتبه الثامنه وفارق نقطه. اذا حنا
كيف ما كان الحال الا كنا متاخرين على نهضه بركان في الترتيب، فالفارق بيناتنا هو نقطه واحده، وبالتالي اي فريق غينتصر فقد ترجع الاطماع الافريقيه يعني بشكل كبير. يعني كل واحد يطمح لانه يكون في هذه المراتب هذه. المساله اللي مهمه بزاف هو انه من بعد الانتصار على فريق الرجاء البيضاوي فاكيد الطموح غيكبر وما غيكونش داك التخوف اللي كان في بدايه المقابله ديال الرجاء، فغادي يكون التعامل مع مقابله ديال نهضه بركان تعامل يعني اللي تيليق بفريق اللي انتصر على الرجاء البيضاوي اللي هو فريق المغرب الفاسي. اذا القراءه اللي ممكن نتكلموا عليها هي ان المقابله لن تكون بالسهله للفريقين معا، ولكن على الاقل مع امتياز اللي كنعتبره انا امتياز معنوي اللي هو الانتصار على الرجاء البيضاوي، النفسانيه اللي باش غنمشيو، الرغبه عند عمر حسي اللي هي اثبات الذات. اكيد ربما يمكن تبين من خلال المقابله السابقه على انه مدرب اللي واقعي، يمكن ما غيعتمدش على كيف تنقولوا مجموعه من التقنيات اللي اللي تنقولوا سوسون دي تكنيك اللي زايدين اللي ما يمكنش مثلا يستعملوا الانسان. عنده واحد الاستراتيجيه اللي كتعتمد على الفعاليه لو جو ديريكت بارفوا، مي على الاقل تيوصلك للمبتغى. نتمنى على انه مع فريق في حجم نهضه بركان وبالطريقه ديال نهضه بركان، فتنظن على انه المفروض على ان الواقعيه يكون التركيز بشكل كبير. الجاهزيه ديال اللاعبين مهمه جدا، نتمنى على ان اللاعبين المصابين يرجعوا لان هذه كلها اعتبارات، ولكن اللي مهم نتمنى على انه الجمهور كذلك كيف تعودنا انه يكون حاضر بشكل كبير، لانه ربما ما بقيناش نلعبوا غير 15 مقابله في مدينه فاس، رجعنا نلعبوا 30 مقابله في مدينه فاس بحكم الجمهور اللي كيحج وتيحج بواحد الشكل كبير. اذا نقطه القوه اللي عند فريق المغرب الفاسي الان هي هذا الجمهور الكبير، نتمنى على انه يساند، ولكن في المقابل حسينا بانه ممكن نمشيو نهضه بركان وحنا رافعين شعار التحدي، امنين على انه ممكن على اننا ننتصروا ونجيبوا 3 النقاط. هادشي اللي ممكن نقدروا نتكلموا فيه الان، على امل اللقاء بكم في التحليل من بعد المقابله ديال نهضه بركان والمغرب الفاسي، ونتمنوا على ان فريق المغرب الفاسي يكون منتصر. هذه تحيه ديال السي عصام العرسي وسراج الدويري العلوي، شكرا على المتابعه وتحيه طيبه. لا لا لا